التدريب المستمر والتحضير القتالي الجيد بهدف تحقيق الاستعداد الدائم للأفراد والوحدات لمختلف الأسلحة والقوات هو العقيدة الراسخة والهدف الأسمى للجيش الوطني الشعبي لتطوير إمكانياته وقدراته الدفاعية تماشيا مع التحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تسعى قيادة الجيش الوطني الشعبي لبلوغ أقصى درجات الجاهزية العملياتية والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة من خلال السعي الدائم لتحقيق التكامل العملياتي بين مختلف وحدات وقوات الجيش الوطني الشعبي. وهو ما تعكسه المناورة والتمارين البيانية التي تنفذها مختلف وحدات جيشنا بكل احترافية من أجل هدف أكيد وغاية سامية ضمانا لتنفيذ مهامه الدستورية بكل كفاءة واقتدار، حماية لحدودنا وصيانة لسيادتنا الوطنية وضمانا لأمن مواطنينا. وهو ما يؤكده التزام القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الإشراف المباشر على مثل هذه التمارين البيانية التي تعكس استعداد واحترافية وجاهزية الجيش الوطني الشعبي. تتويجا لنهاية السنة التدريبية للتحضير القتالي وطبقا للتوجيهات السنوية لتحضير القوات، أشرف السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تمارين ميدانية تكتيكية يومي 27 و28 ماي 2014. البداية كانت بإشراف السيد الفريق على مجريات التمرين التكتيكي تصدي 2014 المتمثل في تنفيذ رمايات حقيقية بصواريخ أرض-جو على أهداف جوية بهدف صد ضربات جوية معادية مفترضة. تنفيذ الرمايات تم بدقة متناهية وكفاءة عالية تعكس المستوى القتالي الرفيع الذي بلغته وحدات قوات دفاعنا الجوي عن الإقليم. في اليوم الموالي أشرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مجريات التمرين التكتيكي الميداني بموضوع الفرقة المدرعة في الهجوم من الحركة. يهدف هذا التمرين إلى الرفع من القدرات القتالية وتنظيم التعاون بين الأركانات والتدريب على تخطيط وتحضير وقيادة العمليات في مواجهة أي تهديد على حدودنا الوطنية. في المرحلة الأولى وبعد وضع الفرقة في حالة الطوارئ القصوى بدأ الانتشار في منطقة العمليات استعدادا لمباشرة الهجوم من الحركة. يبدأ التمرين بالاشتباك مع العدو المفترض وتوقيفه بواسطة وحدات النسق الأول مدعمة بالإسناد الناري للطيران والمدفعية، حيث قام الطيران الصديق بقصف وتدمير المدفعية المعادية وإسكات نيران العدو بالرمي على مراكز القيادة والسيطرة المعادية.
حين تكون في مواجهة تدمر العدو وتدميره. المرحلة الثانية شهدت انتقال الفرقة إلى الهجوم من الحركة موازاة مع مواصلة الأعمال الدفاعية للوحدات العاملة في الميدان وتأمين هجوم الفرقة التي تقدمت إلى خطوط تشكيلات ما قبل القتال بهدف اقتحام دفاعات العدو وتنفيذ المهمة المباشرة. تقدم القوات الصديقة تم تحت تغطية الوسائل المضادة للدبابات والوسائل المضادة للطيران ورمايات المدفعية الصديقة. مدفعية الميدان نفذت تمهيدات نارية بمهارات عالية وأصابت أهدافها بدقة كبيرة مما يضمن تحرك الوحدات وفتحها بصورة جيدة، حيث تم تنفيذ الرمايات طبقا لمخطط تنظيم التعاون وحسب التوقيتات المبرمجة. في مثل هذه التمارين يعد الاستغلال الأمثل للمعدات القتالية اعتمادا على خفة الحركة والمناورة وقوة النيران ودقة الرمايات عاملا أساسيا لمفاجأة العدو وإرباكه والحط من معنوياته. لقد تجلت عزيمة أفرادنا وإصرارهم على إتمام المهمة وتحقيق النصر من خلال تجسيد نظام التعاون الوثيق بين وحدات الاقتحام والإسناد الناري والتأمين القتالي في مختلف الأعمال القتالية في كل مراحل هذا التمرين. تمكنت وحدات الفرقة بعد إنجاز المهمة المباشرة من إصابة كل الأهداف المعادية وتدميرها بدقة عالية حسب ما تم التخطيط له، وهو ما يؤكد كفاءة الأطقم وتحكمهم في مختلف الأجهزة والمعدات. المرحلة الثالثة من التمرين عرفت مواصلة وحدات النسق الأول للفرقة أعمالها القتالية لاحتلال خط ملائم استعدادا لتطوير الهجوم في عمق العدو بغرض تنفيذ المهمة اللاحقة للفرقة. التنسيق المحكم والانسجام التام بين وحدات النسق الثاني ووحدات الإسناد الناري والتأمين اللوجستي وكذا وحدات النسق الأول المشاركة في تطوير الهجوم إلى جانب الحماية الجوية التي نفذت بفاعلية تامة لتأمين تقدم وحدات الزج والقدرة على تثبيت العدو وعرقلة تقدمه والقضاء على احتياطاته. في الأخير وتقييما لهذه التمارين التكتيكية الميدانية التي كللت بالنجاح، أكد السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرة أخرى على ضرورة مواصلة بذل الجهود والعمل بكل تفان ومسؤولية وإخلاص. إن حضور وتقييم التمارين العسكرية البيانية والاختبارية التي لا تعد معيار حقيقي لتقييم مستوى القدرات القتالية لكون معركة للجيش الوطني الشعبي فحسب، بل تعتبر أيضا بالأساس علامة من علامات النضج التكوين، مهنيا للجميع على النتائج المحمودة المحققة التي تأتي تتويجا للتدريبات القتالية المتواصلة والجهود المهمية المبذولة في هذا المجال على جميع المستويات. إن نجاح هذا التمرين يعكس المستوى العالي الذي بلغته وحداتنا القتالية في تخطيط وتنفيذ المهام المسندة لها، ما يؤكد انضباط أفرادنا من ضباط وضباط صف وجنود وكفاءاتهم العملياتية وتحكمهم التام في المعدات والتجهيزات ومنظومات الأسلحة والاستغلال الأمثل لتضاريس الأرض مع التقيد الصارم بالتعليمات والأوامر الصادرة عن القادة في الميدان، ليبقى الجيش الوطني الشعبي وفيا لمبادئه السامية ومثله العليا وملتزما للأبد بحماية الحدود والسيادة الوطنية.
Thank you.